عنيفة في تلك المناطق حتى الآن. يعني ما نزال نسمع دوي الانفجارات أو دوي الدانات التي تطلق من الأسلحة الثقيلة. هذا المشهد ظل على ما هو عليه منذ الصباح وحتى الآن، مع توارد البيانات المستمرة من الجيش السوداني بأنه يعني أحكم السيطرة على معظم المقار سواء كانت العسكرية أو الاستراتيجية، وأن المعركة بحسب ما أورده الجيش أنه يمضي نحو نهايات هذه المعركة بعد أيضا دخول سلاح الطيران إلى ساحة المعركة واستهدافه لمواقع يقول إنها تتبع لقوات الدعم السريع، وهو السلاح الذي ربما يكون حاسم في مثل هذه المعارك، وأيضا سلاح المدرعات التي يمتلكها الجيش، كل هذه الأسلحة الثقيلة. ولكن من الجانب الآخر أيضا الدعم السريع يعني هي بياناته أقل شحا من بيانات الجيش السوداني، ولكن يقولون بأنهم أيضا مسيطرون على مواقع عديدة في المناطق الاستراتيجية، سواء كان في وسط الخرطوم أو في مناطق أخرى. أيضا الأنباء تتحدث عن بعض الاشتباكات في مناطق أخرى خارج نطاق العاصمة السودانية. كان هناك اشتباكات في بورسودان، أعلن الجيش سيطرته على مقر الدعم السريع. أيضا قبل قليل أورد الجيش في خبر عاجل بأنه تم الاستيلاء على أكبر قاعدة عسكرية تتبع للدعم السريع في منطقة كرري. هذا ما أورده الجيش قبل قليل في خبر عاجل. ولكن كل هذه البيانات وكل هذه التصريحات التي تصدر يعني لا ندري على الأرض كيف تسير الأمور. ما نسمعه هو فقط هذا الدوي من الأسلحة الثقيلة وهذه الانفجارات المتتالية من قبل القوات المتحاربة على ساحة المعركة. المؤكد أن ساحة المعركة تشهد يعني حربا متواصلة واشتباكات متواصلة بين الأطراف، وأيضا تتواصل مع هذه الاشتباكات النداءات الإنسانية من قبل العديد من الأطراف سواء كانت الدولية والمحلية والإقليمية بخفض التصعيد ووقف هذه الاشتباكات ووقف إطلاق النار المستمر منذ الأمس وحتى اليوم، لما أحدث من أثر إنساني وتأثيرات سالبة على حياة المواطنين وحياة السكان، خاصة المقيمين حول المناطق المتاخمة لهذه المعارك في وسط الخرطوم. يعني هذه المناطق التي بعضها مأهول بالسكان وبعضها يجاور مؤسسات حيوية، سواء كانت مؤسسات صحية من مستشفيات ومن مدارس ومن